السلام عليكم. معاكم زين كله، بس هو معاكم حلو الهبة اللي هو كيك بالشوكولا، وايد لذيذ. يلا نشوف المقادير معانا قدامكم. أهم شي بالطريقة هذه المعدنية عشان تعطيه كأنه جايب جاهز. كوب ونص كريمة، نص كوب نستلة، كاكاو نوتيلا، كيك جاهز، كاكاو هيرشي مع علبة جيمر، فانيليا. أرص أول شي الكيك كذي بهالطريقة بالقالب. حاول بكثر ما تقدرين تسكر كل الفراغات. بعدين أسوي معاكم الخلطة الأولى اللي هو عبارة عن كوب ونص كريمة مع النوتيلا اللي هو نص كوب نوتيلا. حلو. وأبدأ أخلطهم بالخلاط لين يتفق عندنا، يعني تحسين انتفاخة الكريمة، يعطيك مال الكريمة. أصبه فوقه. طبعا كمية كبيرة وأنا العلبة اللي عندي شوي صغيرة، تقدرين تسوين علبتين كذي. أحطه بالثلاجة أخليه شوي يصك عشان أبدأ أسوي الخلطة اللي فوقها. أبدأ الحين أسوي الخلطة اللي فوقها اللي هو عبارة عن حليب مكثف مع جيمر، وبالسباشلة أقدر أخلطها. بالسباشلة أخلطها، مو ضروري خلاط. وأصبها فوق الخليط. تصبينها طبعا بملعقة كبيرة علشان تتوزينها عدل، ما تتغلغل على اللي تحتها الطبقة. وهذه ترى سر الطعم اللي تعطيكم إياه الرهيب، يكون شوي سائلة، ولما تكسرين الكاكاو تعطي شكل رهيب كذي. أدخلها الثلاجة شوية يعني الصك. أبدأ الحين عند الهيرشي أذوبه بالمايكرويف هالطريقة، وأحط ملعقة أو أحاول كثر ما أقدر أوزع عدل، إنه أساس ما أتخربط مع اللي تحته. بعدين أدخل الثلاجة وأطلع من الثلاجة أنثر عليه كاكاو بودر، وبكذي جهز معاي. شوفوا للأسف ما تسمعون صوت الطقطقة لما تطقينه. شوفوا اللذاذة، وايد لذيذ وايد رهيب. إذا وديتيه حق ناس يحسبونه جاهز، ما كنت مسويته. طبعا هذا اللي أنا سويته بالقالب المعدني، وكان في زيادة طبعا سويته بالبايركس. إذا ما تبي تسوينه بالقالب المعدني أو ما عندك، تسوينه بالبايركس هم حلو. المهم الطعم واللذة لما تكسرينه كذي، يا باي وإذا يا سويتي باي. بعلبة كنا